فعلا فيلم الجوكر وحش زي ما بيقولوا؟ ازيكم؟ انا ايه جمال، وده برنامج نشوفيه. لو بتسالني ادخل اشوفه ولا لا، هقول لك الاجابه اه ولا. هتقولي طب ازاي؟ هقول لك. مبدئيا الفيلم ميوزيكال، لو ما قريتش عنه او ما عرفتش عنه حاجه قبل ما تدخله وداخل على سيره الجزء الاولاني، فاحب اقول لك ان الجزء ده ميوزيكال، ودي حاجه ممكن ما تعجبش ناس كتير وما يحبوهاش اصلا في فيلم بيقدم شخصيه زي شخصيه الجوكر. دي بتبقى اول حاجه مخيبه للامان. النقطه اللي بعد كده هي شخصيه ليدي جاجا اللي هي بتمثل شخصيه هارلي كوين، وطبعا لما بتتخيل انها هتظهر مع الجوكر انها بقى خلاص يعني هنشوف بقى حاجه رهيبه، لكن برضو دي حاجه تانية ما بتحصلش، خصوصا مع تمثيل ليدي جاجا اللي هو مش احسن حاجه في الدنيا. وما فيش اي حاجه عجبتك في الفيلم خالص؟ هقول لك بصراحه في حاجات عجبتني. انا عجبني كتير قوي من الاغاني والحاجات اللي حصلت، بس مش حاساها ان ده كان مكانها. يعني مش عارفه، حاسه كانوا يطلعوه فيديو كليب او حاجه تانية بس مش في الفيلم. تاني حاجه عجبتني هو اداء خواكين فينيكس. بصراحه الراجل ده جبار. من اول مشهد بيظهر لك ان هو طالع بجسمه الهزيل اللي هو العظم اللي باين ومش عارفه ايه، فاللي هو بجد هو رجع لجسم الجوكر اللي كان ظاهر في الجزء الاول. كمان يا جماعه تمثيله بجد جبار، يعني في مشاهد بيبقى هو صامت فيها بس قادر يعبر عنها بشكل جميل جدا. هتقولي طب بعد كل الرغي ده كله ندخله ولا لا؟ هقول لك ادخله بس على مسؤوليتك. سقف التوقعات هيقع فوق دماغك على طول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو او سبسكرايب. بس كده، سلام.